السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هنتكلم النهاردة في الحلقة عن تحليل لمباراة الجونة والإسماعيلي في الدوري المصري في الجولة الثالثة، واللي قدر الجونة يفوز فوز مهم جدا 2-1 على الإسماعيلي بعد ما كان متأخر 1-0. أتمنى قبل ما ندخل في التفاصيل تشترك في القناة وتضغط لايك للفيديو، علشان إن شاء الله أول فيديو هيبقى إن شاء الله بالصوت والصورة يوم مباراة النادي الأهلي يوم الأربعاء إن شاء الله. اشترك ويلا ندخل في التفاصيل. قدامنا طبعا تشكيلة الجونة لعب النهارده بطريقة ال4-4-2 او ال4-2-3-1. كان بيعتمد على سيرجي اكا ونور السيد في خط المنتصف، وفي الامام الرباعي اسلام عبد المنعم، اسلام رشدي وعموري ووالتر بويلا. بينما نادي الاسماعيلي بدأ المباراة بطريقة ال4-4-2 وبرضه بتتقلب الى 4-2-3-1 بتواجد محمد الشامي ومحمد صادق و فخر الدين بن يوسف وكذلك آري بابل. طبعا الشوط الاول بدأ الجونة كان مسيطر على المباراة وفوز مستحق للجونة عامة في المباراة، ولكن نتيجة للضغط بتاع نادي الجونة تحصلوا على ضربة جزاء، ولكن تصدى لها الحارس محمد صبحي بشكل كويس جدا. بعدها نادي الاسماعيلي خد ثقة وسيطر على اللقاء. والنهارده دونجا كان مأدي مباراة في الشوط الاول، كان قادر يسيطر على خط وسط الجونة، وبكوار الطولية القطريه اللي كان ممتاز فيها النهارده قدر فخر الدين بن يوسف يسجل الهدف الاول لنادي الاسماعيلي. الجونه الشوط الاول بيحاول محاولات كبيره جدا، ولكن دفاع الاسماعيلي في الشوط الاول حاجه والشوط الثاني حاجه تانية خالص، واقول لكم الفرق دلوقتي. كان متصدي لكل هجوم نادي الجونه عن طريق الاطراف، سواء اسلام عبد المنعم واسلام رشدي والمهاجم ايضا والتر بويلا. الشوط الثاني الكابتن رضا شحاته عمل تغييرات. طبعا محمد رجب نزل، ومحمود الشبراوي اللي النهارده كان نجم المباراه باحرازه هدف وتسجيله ايضا لاسيست، وكريم الطيب نزل ايضا في الدقيقه 66. تغييرات كلها هجوميه، وقدر من هدف رائع جدا، تسديده من خارج ال 18، واحد من افضل اهداف الدوري حتى الان ان لم يكن افضلها. محمود الشبراوي سجل هدف في مرمى الاسماعيلي، ومحمد صبحي يفشل. محمد صبحي صعب عليه جدا، ما يقدرش طبعا يعمل فيها حاجه الا انه يشوفها وهي تسكن الشباك. بعد الهدف الجونة سيطر، والجونة كان افضل داخل ارض الملعب، وانتشاره كان افضل داخل الملعب، وقدر من صناعة لمحمود الشبراوي بتمريرة سحرية من خط المنتصف يحطها لكريم الطيب بين دفاعات الاسماعيلي بشكل رائع جدا علشان يسجل كريم الطيب الهدف التاني. طبعا قلت لكم دفاع الاسماعيلي الشوط الاول كان رائع جدا. الشوط التاني دفاع الاسماعيلي كارثه، وتتلخص الكارثه في الهدف الثاني للجونه. شوفوا ارجعوا للهدف الثاني، محمود الشبراوي بيحطها من نص الملعب، دفاع الاسماعيلي السرد باكين المسافه بينهم فدان، وكريم الطيب الكرة اتعملت ما بينهم، وقدر كريم الطيب في انفراد يسجل الهدف الثاني للجونة علشان الجونة يفوز فوز مهم جدا على الاسماعيلي في الدوري المصري. طبعا تغييرات ريكاردو النهارده اللي فاقد السيطرة على الفريق داخل ارض الملعب، تغييرات كلها متأخرة. يعني طلع احمد ايمن ونزل عمر وحش، كان تغيير اضطراري، ولكن بدأ تغييراته في الدقيقة 74 بعد ما اتأخر 2-1. طلع محمد صادق ومحمد عادل، ونزل احمد بدبولي ومحمد هاشم، وايضا نزل احمد مصطفى وشكري نجيب، ولكن كلها كانت تبديلات ما اثمرتش عن يعني حاجة مفيدة للنادي الاسماعيلي. مدبولي وشكري نجيب واحمد مصطفى نزلوا تقضية واجب، مفيش روح عندهم، مفيش يعني اخلاص داخل ارض الملعب، بيلعبوا على الواقف. وعلشان كده الجونة استحق الفوز. الجونة في المركز الرابع من 3 ماتشات عنده 5 نقاط، 2 تعادل 1 فوز النهارده. بينما الاسماعيلي من 3 ماتشات عنده نقطتين فقط لا غير. ويستمر الاسماعيلي في يعني حزن ورا حزن لشعب الاسماعيلية، موسم كارثي في الانتظار للاسماعيلي. يعني في البدايات بتؤكد على كده. ان شاء الله نتقابل النهارده بعد انتهاء مباراة تشيلسي وويست هام في البريمير ليج، واستنونا ان شاء الله.